بتبتدي حكايتنا مع شيجرو، شاب مش وسيم خالص، او بمعنى اصح كان شكله وحش، بس هو ما كانش فارق معاه كل ده، ومتقبل نفسه زي ما هو وعايش حياته عادي، برغم ان كل الناس اللي حواليه كانت بتتنمر عليه ودايما بيضحكوا عليه اول ما يشوفوه. بس ده عمر ما كسر شيجرو كان شغال مندوب مبيعات في شركة، والمدير بتاعه كان بيستغل وشه المميز ده علشان يزود المبيعات بتاعته. تصور لما الزبون يشوف وش شيجرو ويضحك، والضحك ده كان بيفتح نفس الزباين ان هم يشتروا. شيجرو كان حلمه الوحيد انه يزرع الفرحة في قلوب كل الزباين، وعمره ما حب يخيب امل حد. وطبعا شيجرو ما كانش ليه حظ مع البنات، ولا كان مطلوب ولا كان محبوب، بس هو بصراحة ما كانش مهتم بالجانب ده، كان عايش حياته عادي وطبيعي. وفي يوم من الأيام شيجرو كان راكب القطر، وفي لحظة حياته اتقلبت 180 درجة. واحدة ست في القطر اتهمته ان هو بيتحرش بيها. شيجرو المسكين ما عملش اي حاجة خالص، بس عشان وشه قبيح كل الناس صدقت الست الكدابة دي. قاموا الناس اتلموا عليه وطردوه من القطر بطريقة مهينة. محدش كان مصدقه ان هو ما عملهاش اي حاجة، لان في الدنيا دي اللي وشه مش حلو بيتعامل بأسوأ وبيشوف الويل. شيجرو اتسجن واتحاكم بتهمة التحرش، واضطر يدفع غرامة مالية كبيرة رغم انه كان بريء وما عملش اي حاجة، ودي كانت القضية بالنسبة له. وبكده خلاص حياته انتهت. اتطرد كمان من شغله. بعد سنين طويلة الست الكدابة دي اتمسكت، والناس كلها عرفت الحقيقة. عرفوا ان شيجرو كان بريء، بس خلاص ايه الفايدة، فات الاوان لده وحياته كلها اتدمرت. وفي يوم وهو ماشي في الشارع كان تايه ومش طايق حاجة في حياته، شاف شوية أطفال بيتنمروا على طفل وشه قبيح زيه. ده أكد له نفس الفكرة، إن الوش القبيح ده لعنة عليه، بيخلي صاحبه يتعذب دايما في الدنيا من كتر ما الناس بتكدبه. شيجرو ما بقاش قادر يعيش حياة طبيعية، أي مقابلة شغل كان بيتصرف فيها بتوتر، وده خلى حياته تتدمر أكتر وأكتر. الناس بقت بتشوفه راجل قبيح بيعاني من مشاكل في التواصل وبيحتكروه. شيجرو قرر انه يعزل نفسه عن الدنيا لحد ما يموت. في مرة وهو قاعد قدام الكمبيوتر بتاعه بيقلب في النت زي كل يوم، لقى منشور عن ناس اختفوا فجأة الايام دي. دخل يشوف التعليقات، لقى واحد كاتب انه انتقل لعالم تاني، وانه عشان يرجع لدنياهم الاصلية هيخسر نص عمره. شيجرو في الاول ما كانش مصدق الكلام ده خالص. عالم تاني ايه بس هو من جواه كان بيتمنى لو الموضوع ده كان حقيقي، يا رب لو في عالم تاني ابدا في حياه جديده. فجاه ظهرت له قائمه على شاشه الكمبيوتر بتحذره، لو اتنقلت لعالم تاني هتفقد نص عمرك، لو فكرت ترجع للعالم بتاعك الاصلي. شيجرو لسه مش مصدق، قال اكيد ده حد هكر الكمبيوتر بتاعه وبيتلاعب بيا. بس لما ضغط على التالي ظهرت له قائمه فيها اسمه وسنه، والاغرب ان فيها اختيار لنقاط مظهره، يعني يقدر يغير شكله ويبقى وسيم في العالم التاني. هنا شيجرو عمل حاجة غريبة جدا، حط قيمة كبيرة جدا بالسالب في خانة المظهر، يعني اختياره انه يبقى اقبح من الاول، وده خلاه يكسب اكتر من 10,000 نقطة زيادة. اصل اللعبة دي بتقولك كل ما تضحي بحاجة تاخد نقاط زيادة. كمان القايمة دي كانت بتسمح له ان هو يكتب ملاحظات خاصة بيه. شيجرو قرر انه يحط قيود على نفسه في العالم الجديد اكتر واكتر عشان يكسب نقاط اكتر واكتر. كتب في نقاط ضعفه ان هو هيخسر 10% من نقاط حياته كل ما يلمس بنت، وانه جسمه هيتقطع لو مارس اي علاقة مع بنت. بفضل الجنون اللي هو عمله ده كسب اكتر من 100 تريليون نقطة زيادة، ودلوقتي كان لازم يوزع النقاط بتاعته دي على مهاراته. الوقت خلص والشاشة قفلت عليه قبل ما يوزع النقاط بتاعته. فجأة اختفى شيجرو من مكانه، ولما فتح عينيه لقى نفسه في عالم تاني. واول حاجة عملها جري على المراية عشان يشوف نفسه، واتصدم صدمة عمره لما شاف شكله بقى أقبح 1000 مرة عن شكله في العالم الحقيقي. وفي نفس اللحظة دي لقى 3 أشخاص معاه في نفس البيت، هما كمان اتنقلوا للعالم ده. شيجرو قرر انه يتصرف كراجل ويعرض الجاكيت اللي لابسه على بنت كانت شبه عريانة. البنت بصت له بقرف وعينيها على جسمه اللي بقى كأنه كرة دهون. بصت له وقالت له لا شكرا، مش عايزة منك حاجة. شيجرو قال لنفسه ده انا بقيت مقرف اكتر من الاول. وبدأ شيجرو يتعرف عليهم واحد واحد. الشاب الوسيم اللي شكله بطل ده اسمه سيجي، والبنت الصغيرة اللي شكلها كيوت دي اسمها ريزو، اما دي بقى فاسمها سيكا. كلهم عندهم 16 سنة زي شيجرو بالظبط. اتضح انهم كلهم عملوا الطقوس عشان ينتقلوا للعالم التاني. شيجرو ما كانش عايز يكون صداقات جديدة لانه عارف ان هو هيفضل وحيد بسبب شكله القبيح ده. فجأة لقى قطعة دهب في الدرج، لما جه ياخدها اختفت. شيجرو كان بيكلم نفسه وبيقول ايه ده، اختفت ليه؟ بس على طول افتكر ان قلل كل مصادر دخله علشان ياخد نقاط زيادة، يعني هو بكده مش هيعرف يحصل على اي فلوس في العالم ده. بعدها لقوا في البيت لبس موحد ومجموعة من الاسلحة. سيجي استغرب جدا ان في قطعة دهب ناقصة، وهي نفس القطعة اللي لمسها شيجرو.
وعشان شيجرو ما يتكشفش قال لهم انا مش محتاج فلوس، حتى لو جبت فلوس هتختفي لو لمستها. هنا سيجي كشف عن نقطة ضعفه اللي كانت في العالم الحقيقي، وهي ان كان عنده مشاكل في التواصل وبيتصرف بأنانية دايما، ونفسه يتغلب على المشكلة دي في حياته. بس شيجرو كان شايف ان سيجي ما كانش عنده مشكلة اصلا في التواصل، ده اكتر واحد بيتكلم فيهم. وبدأوا الاربعة يعملوا لعبة عشان يوزعوا الاسلحة ما بينهم، وشيجرو كان من نصيبه انه يطلع له عصاية. شيجرو كان دايما حظه حظ الضعفاء على طول. سيجي اقترح عليهم ان هم يتعاونوا ويساعدوا بعض، بس شيجرو رفض. شيجرو رد عليه انا مش بثق في حد، من يوم ما الست الكدابة دي اتهمتني وانا خلاص قررت اعيش لوحدي. سيجي رد عليه بس ازاي يا شيجرو، احنا في عالم جديد لازم نكون مع بعض. شيجرو بصله وقال له لا، انا ضحيت بشكلي عشان اكون اقوى واعيش لوحدي، انا مش محتاج حاجة من حد. سيجي طلع خريطة علشان كانوا عايزين يروحوا اقرب بلد ليهم. شيجرو كان مخطط انه ينفصل عنهم في الطريق ويكمل حياته لوحده، بس اول ما فتحوا الباب ظهر لهم جوبلين، والكارثة ان الجوبلين زادوا قوي وبقوا كتير جدا وعايزين يقضوا عليهم. يعني لازم في الاول يعدوا الوحوش دي عشان يوصلوا لاول بلد. سيجي وريزو نزلوا يقاتلوا الجوبلين بالسيوف. مهمة سيكا كانت انها تضرب الجوبلين بالسهام، بس هي غبية وما كانش عندها اي خبرة في استخدام القوس. اما شيجرو فكان واقف مكانه بيتفرج عليهم لحد ما جه جوبلين ضربه من ورا، وساعتها قرر انه يستخدم قوته المرعبة وضرب الجوبلين بالعصاية، بس اتصدم لما عرف ان هو ضعيف جدا واي ضربة من الجوبلين بتأثر فيه. شيجرو افتكر ان هو نسي يوزع النقاط على خانات المهارات. لما هزم الجوبلين ده مستواه ارتفع بشكل جنوني، وكمان سيجي وريزو مستواهم ارتفع بقتال الجوبلين. وهنا شيجرو اكتشف ان هو يقدر يوزع نقاط على باقي الخانات، حط تريليون نقطة في كل خانة، وفجأة ظهر نور ساطع حواليه واكتسب مهارة أسطورية. ومن هنا قوة شيجرو اتغيرت تماما، ضربات الجوبلين ما بقتش بتأثر فيه، وبصباعه بس كان بيطير الجوبلين بقوته المجنونة. واخيرا قوة بطلنا الاسطوري اشتغلت. على الناحية التانية سيكا لسه بتعاني مع القوس، وفضت الوحيدة اللي مستواها ما ارتفعش بقتال الجوبلين، بس شيجرو زعل عليها وقرر يساعدها. شيجرو اتظاهر ان هو تعبان، يا ريتني كنت قوي علشان اقدر اظبط لك القوس ده يا سيكا. شيجرو خد القوس وحط الوتر فيه ببراعة. سيكا طلبت منه يجرب يضرب سهم قبلها بما انه ساعدها وظبط القوس. شيجرو اصلا كان ناوي يجرب مهارة جديدة اكتسبها بعد ما لقى مستواه ارتفع، بس لما اطلق السهم طار للسما. شيجرو افتكر ان هو غلط في التصويب وقال لنفسه اكيد انا صوبت غلط، لكن المفاجأة ان السهم عمل دايرة سحرية في السما وطلع منها تنين سحري قتل كل الجوبلين اللي كانوا موجودين. بعدها وصلت مجموعة جديدة من الجوبلين، فطلعت سيكا عشان تاخد نصيبها وترفع مستواها هي كمان، وبدأت تضرب بالسهام بعشوائية وبدون توقف. ومع كل السهام اللي ضربتها دي ما صابتش ولا جوبلين، وفي الاخر خلصت منها كل السهام. سيكا زعلت جدا وحست انها ملهاش اي فايدة، بس شيجرو قرر يساعدها وعمل لها سهام جديدة. بس في النهاية قدروا يهزموا كل الجوبلين ويفتحوا الطريق للبلد اللي هم عايزين يروحوها، وفعلا وصلوا البلد إيريا وراحوا ياكلوا. شيجرو استغل الفرصة دي علشان يبعد عنهم، بس هو وصل المكان ده وهو جعان جدا وما كانش معاه فلوس لان هو فقير ومش بيقدر يلمس الفلوس بايديه. في نفس الوقت ده قطة قربت منه وكان عايز يلعب معاها، بس افتكر ان هو هيخسر 10% من نقاط حياته لو لمس اي بنت. في نفس الوقت ده سيكا لحقته وشيجرو اتخض منها جدا ووقع في المية. هي عارفة انه فقير وعايزة تساعده زي ما عمل معاها قبل شوية، بس لما جه ياخد منها الاكل غلط ولمس ايديها، اتكهربت وخسر 10% من نقاط حياته. خسر 58 تريليون نقطة. النقاط دي كانت كافية لتدمير الارض 300 مرة، وكمان خسر وجبة الاكل. سيكا بدأت تعيط وشيجرو ما بيحبش يزعل حد. اعتذر من سيكا وقال لها اسف يا سيكا، بصراحة جمالك خلى ايدي ترتعش، هاكل الوجبة اللي جبتها لي حتى لو ما كانتش نظيفة. سيكا وعيونها مليانة دموع. ايه اللي بتقوله ده يا شيجرو؟ لا طبعا خد وجبتي انا. سيكا رفضت وقررت تديله وجبتها. اتأثرت بكلامه ان هو مدح جمالها، وكمان هي كانت لاحظت قبل كده ان هو عمل لها سهام جديدة. شيجرو قبل منها الاكل وحاول ما يلمسهاش تاني وهو بياكل، وفكر ان هو لازم يفضل معاها علشان يرد لها الجميل. وبكده شيجرو اشتبك مع الفريق مرة تانية برغم ان هو لسه مخطط ان هو ينفصل عنهم ويكمل حياته لوحده. بعدها شيجرو راح مع سيكا لمحل الاسلحة. سيكا كانت عايزة تشتري كل السهام علشان هي غنية، وبطلنا القبيح كان بيعيط على كل الفلوس اللي كانت بتدفعها دي علشان شوية سهام عادية هو يقدر يعملهم في اقل من ثانية.
سيكا عارفة ان هو فقير جدا ومعهوش ولا مليم. في الوقت ده سيجي وريزو رجعوا مرة تانية، لقوا فندق يقعدوا فيه الليلة دي، بس شيجرو كان عايز يقضي ليلته في الجنينة عشان هو فقير ومش هيقدر يدفع حق إيجار الأوضة. بس سيكا اتدخلت بسرعة عشان هي غنية. سيكا ردت عليه وقالت له ايه يا شيجرو الكلام اللي انت بتقوله ده، انا هدفع لك تمن الأوضة اللي انت عايزها. واضطر شيجرو ان هو يقيم في الفندق على حساب بنت اضعف منه وهو مكسوف من نفسه، وكل ما يحاول يهرب من المجموعة ويعيش لوحده يقع في دين جديد مع سيكا. شيجرو بدأ يفكر ان هو هيفضل فقير طول حياته، لازم يلاقي مصدر دخل تاني علشان يعيش بيه. عشان كده قرر يتغير ابتداء من بكرة. اشترى لهم اكل من انواع مختلفة، ولما سيجي سأله انت جبت الفلوس منين، رد عليه وقال له انا لقيتهم. وسيكا بصت له وقالت له لو احتجت اي فلوس تانية يا شيجرو قول لي، انا غنية قوي. شيجرو القبيح فاشل حتى في الكذب، بس الحقيقة اللي حصلت ان شيجرو استخدم مخه، عمل سهام كتير بقدرته وبعدين وداها لمحل الاسلحة وبدلها بحاجات تانية، وبكده قدر يسدد ديون سيكا. بدأ سيجي يفكر في المهمة الجاية. الجوبلين اللي قتلوهم قبل كده ما سابوش وراهم اي فلوس، علشان كده هم محتاجين انهم يقتلوا وحوش تسيب وراها فلوس. واقترح عليهم ان هم يدخلوا كهف كان موجود في المدينة. سيكا اتحمست للمهمة جدا، بس ريزو كانت خايفة لانها ما بتحبش الاماكن الخطيرة. وفي الطريق جه راجل غريب طلب منهم ان يكون مرشد ليهم في المهمة، وقال لهم ان هو اتجسد زيهم من جديد. الراجل ده اتصدم من قبح ووش بطلنا شيجرو. شيجرو ما كانش واثق في الراجل ده وحس ان هو هيخدعهم، وطلع بطاقات من معاه وقال لهم ان هي بتدي تخفيض في الفندق. سيكا الغبية اتحمست لكل حاجة وصدقت اي كلام وخدت البطاقات بفرح شديد. وسيجي كمان صدق الكلام وبقى واثق في الراجل ده جدا، وسأله انت بتشتغل ايه، قال له انا مرشد للوافدين الجدد اللي زيكم. شيجرو حس ان الراجل ده كان بيخدعهم، بس ما حبش يتدخل دلوقتي ويوقفه. حتى لو الراجل ده خدعهم وخطفهم، بطلنا القبيح ده عنده قوة تقدر ترجعهم تاني. وحتى سيجي نفسه وقع في الفخ ده واتفق مع الراجل ده ان هو يرشدهم للكهف. الراجل ده كان اسمه كيو، ادالهم خطة يمشوا بيها جوه الكهف، بس اعترضتهم مجموعة من الجوبلين. وكالعادة سيكا قعدت تضرب بالسهام بطريقة عشوائية وما ضربتش ولا جوبلين عشان ما تخسريش سهام كتير. سيكا ببراءتها ردت عليه وقالت له بس انا غنية ومش فارق معايا اي فلوس. بما انها غنية ومش بتفكر في الخسارة بتاعت الفلوس، كيو علشان يخوفها قال لها تخيلي ان كل سهم بتضربيه ب100 مليون. سيكا بدأت تخاف على السهام وتركز مع كل سهم بتضربه، ونجحت انها تصيب جوبلين لأول مرة في حياتها الجديدة. شيجرو بدأ يثق في الراجل ده لأن كل مرة بيساعدهم بخبرته في العالم ده. وسيجي وريزو بدأوا يتدربوا على استخدام الأسلحة، وكيو بيراقبهم من بعيد وبيديهم تعليمات عشان يرفعوا قوتهم. أمر سيجي إن هو يثبت معصمه ويضرب بقوة، وريزو قال لها إن قوة الخنجر في سرعته وخفته. أما سيكا بتتدرب على إطلاق السهام، لكن بطلنا القبيح فضل قاعد جنب كيو، هو أصلا قوي جدا ومش محتاج أي تدريب. ولما كيو بيسأله ليه أنت ما بتتدربش، كدب عليه شيجرو وقال له إن هو ما عندوش أي مهارة، وكيو فاكر إن هو ضعيف وبيحاول يواسيه عشان ما يستسلمش. وكيو بيقول له إن هو كمان خسر مكانته عشان ما عندوش أي مهارات. شيجرو استغرب جدا وقال له إزاي يعني؟ كيو رد عليه وقال له أنا كنت قائد فرقة مرتزقة، بس جه واحد أقوى مني وخد مكاني. أنا كنت واصل لمستوى 80، ده مستوى كبير قوي. وما كانش يعرف إن بطلنا القبيح اللي قاعد جنبه ده تجاوز الملايين في مستواه. بعدها خدوا بعضيهم وراحوا لغاية الكهف، وكيو بدأ يدلهم على الكهف. وسيكا كانت بترتعش من الخوف، بس أول ما دخلت الكهف مزاجها اتغير 180 درجة وبقت مبسوطة إنها دخلت المكان الخطير ده. شكلها عندها انفصام في الشخصية وبتتصرف ببروك جوه الكهف. سيجي سألها عن عمرها في العالم الحقيقي، بس سيكا ما رضيتش تجاوب عليه. سيجي قال لها إن عمره 30 سنة في الحقيقة عشان ترتاح وما تقلقش من سنها. الكل كان فاكرها عجوزة، بس هي صدمتهم وقالت لهم إن عمرها 17 سنة بس. بعدها كملوا جوه الكهف بفضل إرشادات كيو، وبدأوا يحاربوا خفافيش ضخمة في طريقهم، وبعدين وصلوا لأعماق الكهف. سيكا اتحمست إنها تدخل قبلهم من الباب ده، بس كيو قال لها إنها ضعيفة. كيو قال لها لا يا أنسة سيكا، المكان اللي هندخله ده غرفة الزعيم، انت لسه ضعيفة قوي. سيكا رجعت لورا وبقت خايفة، وبما إنهم كلهم مستواهم ضعيف وقفوا رحلتهم جوه الكهف ده. محدش فيهم يقدر يهزم زعيم الكهف إلا بطلنا القبيح، بس هو بيخفي قوته عنهم.
وكيو مرضيش يسيبهم ان هم يمشوا الا لما يزوروا قاعة الاجتماعات، وده مكان امن ما بتدخلوش الوحوش. بس شيجرو اكتشف ان كيو بيكذب عليهم. النظام قال له ان المكان ده مش امن. كيو جهز لهم ترابيزة مشروبات علشان يعمل لهم حفلة ترحيب لانهم تجسدوا من جديد ووصلوا للمكان ده. شيجرو استخدم واحدة من مهاراته وعرف ان في منوم في المشروبات، بس كيو فضل يمثل ويضغط عليهم علشان يقعدوا معاه. فوقع سيجي فعلا في الفخ وبقى يعتذر لكيو انه شك فيه في الاول. كيو استغل طيبته وقدم له المشروب المنوم، واضطروا كلهم ان هم يقعدوا في الاوضه بتاعه الاجتماعات. وسيكا الغبيه كانت بتستمتع بالشرب ومش واخده بالها ان هو منوم. سيجي بالغ في طيبته وبقى بيعيط ويلوم نفسه ان هو غلط وشك في كيو. مفضلش غير بطلنا اللي عارف ان كيو بيخدعهم، وعشان ما يكشفش نفسه ويظهر ان هو عارف نوايا كيو حاول يتكلم معاهم عشان ما يشربوش. سيجي بدأ يحكي لهم عن حياته اللي فاتت، وانه ساب البيت واعتمد على نفسه وعمل شركته الخاصة، واسم شركته كانت حياة النجاح. وشيجرو افتكر ان هو زار الشركة دي قبل كده ورئيسها فعلا كان شبه سيجي. فضل يحكي قصته المملة ويقول لهم ان في شخص تاني ساعده علشان شركته تكبر، والشخص ده هو كان بطلنا. اصل زي ما احنا عارفين شيجرو كان بيكره ان هو يغزل حد، وكان بيرسم البسمة على وشوش اللي بيتعامل معاهم دايما. علشان كده شيجرو اداله كام نصيحة، ولما سيجي طبقها شركته كبرت بسرعة وبقت مشهورة في العالم كله. بس سيجي بقى طماع وعايز يدخل مجال الذكاء الاصطناعي، فخسر كل فلوسه وفقد شركته، وبسبب ده بقى مريض نفسيا لان هو ما قدرش يرد الدين للشخص اللي هو ساعده، واللي هو في الاساس هو بطلنا شيجرو. عشان كده اتنقل للعالم ده عشان يمشي على نفس مبادئ شيجرو، وهو انه يرسم البسمة على وشوش الناس وما يخيبش امل حد. والكارثة ان سيجي كان عارف اسم الشخص ده اسمه شيجرو، عشان كده سأل بطلنا عن لقبه عشان يعرف لو كان نفس الشخص ولا لا. بس شيجرو كذب عليه وقال له اسم تاني خالص. بعدها كلهم وقعوا على الترابيزه، الدواء المنوم اثر فيهم وحتى شيجرو نام معاهم. وبيظهر في الاخر ان كيو ده عباره عن زعيم عصابه وخدع سيجي والفريق كله، بس ما كانش عارف ان بطلنا القبيح عارف كل حاجه وانه بيمثل عليهم ان هو كان نايم. بدات العصابه تحط الكلبشات في ايديهم وبيتنمروا على شيجرو وبيقولوا له ان هو خنزير وما ينفعش في اي حاجه غير للشوي. شيجرو كان عايز يستخدم كل قوته بما ان اصحابه كانوا نايمين. سيجي مسك نفسه ورفض انه يستسلم قدام كيو وعصابته، ده اللي خلى بطلنا القبيح يرجع عن استخدام قوته. وجه واحد من افراد العصابه ضرب سيجي، بس كيو امره ان هو ما يضربهمش تاني علشان ما يقلش تمنهم في السوق. سيجي كان غضبان جدا لانه بيستغل طيبتهم. كيو بصله وقال له يا سيجي ده عالم ما بيجيش فيه الا الفاشلين اللي زيكم. شيجرو فتح عينيه قدامهم ومحدش لاحظ ده. كيو امر عصابته ان هو يأيدوا سيجي، فبطلنا رمى نفسه عليهم كأنه قنبلة. استغل وزنه الضخم ده علشان ينقذ سيجي، بس سيجي رفض يسيب شيجرو يقاتل لوحده وقال ان هو هيقضي على العصابة بضربة واحدة. كيو ضحك عليه وامر رجالته بالهجوم. بطلنا استخدم وزنه الضخم ووقع عليهم، وكمان دار حوالين نفسه بسرعة علشان محدش يقرب منه. كيو غضب وامرهم بقتله. سيجي وقف وقرر مرة تانية اللي هيقرب من حد من صحابي انا هقضي عليه. العصابة هجمت على شيجرو بس هو قوي جدا ومحدش قدر يقضي عليه. فجأة ايد سيجي بدأت تنور وامر العصابة انها ترجع لورا قبل ما يطلق عليهم قوته. المهارة اللي بيستخدمها سيجي دي قوة اكتسبها لانه كتب في ملاحظاته انه عمره ما هيخيب امل اصحابه ابدا، وبما انه هو ما بيخلفش اي عهد ليه النظام اداله نقاط اضافية اكتر واكتر واكتسب القوة دي. وبيقول ان الغضب بيشغل المهارة دي، ولما غضبه بيوصل للذروة الكرة دي بتتحول للون احمر وبتبقى اقوى. علشان كده امر العصابة انهم ينسحبوا، بس كيو ضحك عليه واصر على القتال وقال له انا هموتك بالسيف، وانقض عليه بس شيجرو انقذه. شيجرو بدأ يصرخ على سيجي ويقول له استخدم كل قوتك اهزم العصابة دي. سيجي بقى بيصرخ وانفجرت كل عضلاته. يا ترى بطلنا شيجرو هيتحول هو كمان؟ وهل قوته المرعبة اللي مخبيها عن الكل هتظهر اخيرا؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل بعد تحول سيجي؟ وهل شيجرو هيقدر يخبي قوته للأبد؟ كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية.